زلزال في القرن الأفريقي. إسرائيل تهدد المصالح المصرية والتركية ومصالح الصومال بعد إعلان بنيامين نتنياهو مجرم الحرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن اعترافه كأول دولة، إذا اعتبرنا إنها دولة، اعترافه بدولة أرض الصومال وتوجيه رسائل لرئيسها إنه هيقنع الرئيس دونالد ترامب إن هي أو هيخبره أن أرض الصومال هي دولة تريد الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، وأن هذا الاعتراف الإسرائيلي بروح الاتفاقات الإبراهيمية بتاعة التطبيع، وأن إسرائيل ستبدأ مباشرة في تبادل السفراء وفتح قنصليات وبدء استثمارات في الصحة والتعليم والاقتصاد وبعض الأمور الأخرى. إسرائيل هنا بتضع موضع قدم بتهدد فيه مصالح دول كبرى في الإقليم. بنيامين نتنياهو لا يتوقف عن أطماعه التوسعية ومحاولة أنه هو بيرمي إسرائيل الكبرى، مش بس اللي موجودة على الخرائط عندهم، لكنه دلوقتي بيحاول يحزم العالم العربي والإسلامي بهذه الطريقة وباتفاقات مشابهة. خلي عينكم على القرن الأفريقي في قادم الأيام، لأن هذا الاتفاق سيكون له ما بعده فيما يخص مصر، فيما يخص تركيا، وبالتأكيد قبلهم فيما يخص دولة الصومال. اعتراف إسرائيل بإقليم سوماليلاند ليس مسألة رمزية، بل خطوة مرتبطة بمصالح استراتيجية كبرى. هذا الإقليم يتمتع بموقع جغرافي حساس على البحر الأحمر، وقريب جدا من مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية. السيطرة أو النفوذ في هذه المنطقة يمنح قوة ضغط هائلة على دول مثل مصر واليمن والسودان وتركيا، وعلى الملاحة الدولية عموما. إسرائيل تعتمد منذ عقود على بناء تحالفات مع دول غير عربية محيطة بالعالم العربي للضغط غير المباشر على الدول العربية نفسها. الاتفاقيات الإبراهيمية ليست مجرد تطبيع، بل إطار تحالفي أعمق سياسيا وأمنيا واقتصاديا. من جانب آخر، يرى كثير من المحللين السياسيين أن كل ما يحدث هو في إطار صراع نفوذ طويل المدى تتحرك فيه إسرائيل بخطة هادئة ومتدرجة لعزل تركيا وتقليص دورها الإقليمي. الهدف الأساسي هو التحكم في مفاتيح الطاقة والتجارة والأمن في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومنع أنقرة من التحول إلى مركز إقليمي مؤثر يربط آسيا بأوروبا. يعني أن كل ما تقوم به إسرائيل من اتفاقيات، سواء كانت أمنية أو في قطاع الطاقة، الهدف منها واحد، وهو محاصرة تركيا والحد من نفوذها الإقليمي. وبالتأكيد أوروبا وأمريكا يدعمون إسرائيل في هذا. برأيكم مع من ستقف الدول العربية في هذا الصراع؟ هل ستقف مع تركيا أم مع إسرائيل؟ احنا بنتكلم على مكان أرض الصومال عبارة عن مساحة جغرافية مهمة جدا لحركة الملاحة العالمية، مهمة جدا في موضوع مضيق باب المندب، مهمة جدا في التجارة، مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل نفسها، لأنها كانت من الأماكن اللي بنيامين نتنياهو اتكلم معاها عشان يهجروا أهل غزة إليها، وقبلت أرض الصومال بهذا الأمر. هذا المكان مهم جدا للإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب، لأنه بيفكر في إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ميناء بربرة، الميناء الرئيسي لأرض الصومال، عشان يواجه النفوذ الصيني في جيبوتي. ووجود الصين في جيبوتي عامل أزمة لدونالد ترامب بشكل ما، وبالتالي هو عايز يعمل قاعدة عسكرية هناك في أرض الصومال مقابل الاعتراف بها كدولة. بعد اعتراف إسرائيل بها وبعد انضمامها لاتفاقات أبراهام، بالتأكيد دونالد ترامب ممكن يعمل القاعدة العسكرية ويعترف بها. فهي مهمة لإسرائيل، مهمة لأمريكا عشان التهجير، عشان النفوذ الإسرائيلي في القرن الأفريقي. عندنا كمان تركيا من الناس اللي بتعترف بوحدة الصومال، لها علاقات قوية مع مقديشيو، عندها أكبر قاعدة عسكرية خارج تركيا موجودة في مقديشيو، عندها تواصل كبير جدا على مستوى التدريبات العسكرية والكلام ده، وهي من كبار المستثمرين هناك أيضا في الصومال. وبالتالي تركيا وجودها في الصومال على مقربة من إسرائيل اللي معترفة بأرض الصومال، فدي أزمة كبيرة جدا ومشكلة كبيرة جدا بالنسبة للنفوذ التركي. احنا هنا بنتكلم عن محور ربما يتشكل ما بين مصر وتركيا ومعاهم الصومال. وبالمناسبة مصر وتركيا وجيبوتي والصومال طلعوا بيان بعد قرار نتنياهو مباشرة أدانوا فيه الكلام ده، وقالوا أنه بيهدد السلم الدولي وبيهدد السلام الدولي، وده أمر مرفوض. السعودية أكبر سوق لصادرات الماشية في موسم الحج جاي من أرض الصومال، فعلى المستوى الاقتصادي السعودية بتستفيد من أرض الصومال هناك، لكن على مستوى السياسة والجيوسياسي السعودية بتعترف بوحدة الصومال وبتدعم مقديشو. هل إحنا أمام حلف في مصر وتركيا والسعودية والصومال، أمام حلف آخر أو يواجه حلف آخر في إسرائيل والإمارات وإثيوبيا وأرض الصومال؟ ده وارد جدا.
من سيحسم هذا الخلاف. اعتراف أمريكا بأرض الصومال يعني ضغوطات كبيرة على مصر وتركيا والسعودية وعلى الصومال أيضا أن هم يقفلوا هذه الأزمة.